حبايبي تانية ثانوي عاملين ايه وايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وحال ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم على يونت 8 في الاي ليفل منهج اب ستريم. هتقولي طب يونتس 6 و7 فين؟ كده كده هينزلوا لك مع بعض في بلاي ليست لوحدها بحيث ان انت تبقى قافل 6 7 8، وهو المفترض يكون ده امتحان الشهر. يعني طبعا في اقاويل بتقول ان هو هيكون يونتس 6 and 7، ولكن برضو في بعض المدارس هتنكلود او هتشمل يونت 8 معاك. فان شاء الله باذن الله احنا نكفره عشان تحسبا لاي حاجه، بحيث ان انت تبقى في السيف سايد او في السيف زون، بحيث ان انت تدخل الامتحان تعمل عظمه كالعاده، عشان انت عارف ان احنا كده كده بنعمل عظمه. فتعالى كده مع بعض ناخد يونت 8 ونشوف هو بيتكلم على ايه في الفوكاب والجرامر، وهنزل لك فيديو لوحده بيتكلم عن النوفل بحيث ان انت تبقى عامل عظمه ان شاء الله باذن الله. نبدا كده بالفوكاب زي ما انت شايف معانا. هو كل الحكايه ان بيتكلم على حاجه اسمها learning lessons اللي هي الدروس التعليميه. كله بيتكلم على موضوع الوظائف والمهن واللي والحاجات دي كلها، والمحاضرين والليكتشرز المحاضرات والحاجات دي كلها. تعالى كده نشوف الفوكاب مع بعض زي ما انت شايف كده. قال لي هنا اول كلمه عندي حاجه اسمها درايفنج انستراكتور، ده معناها مرشد لتعليم القياده. وخد بالك انستراكتور بتدي بمعنى حد بيوجهك لتعليم حاجه، يعني ممكن احط كلمه انجليش عادي نفس الحاجه مفيش مشكله. طيب عندي محاضر جامعي اللي هو يونيفرسيتي ليكتشرر، واسمع البرونسيشن او النطق عشان تظبطه، اسمها يونيفرسيتي. عندي بعد كده مدرب شخصي اسمه بيرسونال ترينر، ده المدرب الشخصي بتاعك او الحد اللي انت برايفت بتاعك لما بتروح مثلا اي مكان بتتدرب فيه حاجه. طبعا سكول تيتشر اكتر حاجه معروفه. طب برايفت توتر اللي هو المعلم الخاص، اللي هو البريتش البيبل بيقول لك توتا. التوتر او اللي هو المعلم الخاص ده اللي انت بتروح تاخد عنده درس، الدرس اللي بنسميه برايفت. عندي طبعا باسكت بول هي لعبه كره السله، والكوتش بتاعها هو المدرب. طيب لو نزلنا تحت شويه هنلاقي ان هو مديني بعض الناون او التريتس اللي هي السمات. ايه هي السمات؟ قال لي عندي patience الصبر، ولو انت صبور بتقول لنفسك او لنفسك انا patient وبتدي معنى مريض برضو. يبقى عندي patience، عندي strictness يعني الحزم يعني الصرامه، ولو انت حازم طبعا حد يقول لي بقى انا حازم هعورك، يبقى strict معناها حازم اللي هو صارم وشديد. kindness معناها الطيبه، ولو انت بتقول لنفسك انا kind. a sense of humor معناها حسن الدعابه، يعني عيل كده فكاهي عيل حلو. انا مش عارف بكتب ليه وهي الناحيه الثانيه، ما علينا ماشي. عندي the ability to stimulate معناها يحفز، فانت آلة محفزة لحد، انت stimulating means انت you motivate others، انت طبعا بتحفز الاخرين. sense of fairness طبعا جايه من حسن العداله، يعني انت عادل يعني انت fair. enthusiasm الحماسه، وانت كده متحمس لشيء enthusiastic. عندي بعد كده knowledge of the subject معرفه بماده علميه، يعني انت عندك معلومات knowledgeable. حد كده air of authority مظهر السلطه، يعني هو بيكون يعني خاص بالسلطه، وهو يكون ممثل السلطه في المظهر يعني، وفي الايه في الحاجه اللي سبوكن المتحدثه وكده. تعالى بقى نشوف الفاكتورز معناها العوامل بتاعه النجاح. قال لي موتيفيشن معناها الدافع، الثقه confidence وانت تبقى انا عم كريم confident انا واثق. عندي كلمه alertness الانتباه، فبقول لك خليك منتبه يبقى be alert معناها منتبه. disciplined معناها منضبط عنده انضباط. وبعد كده عندي منظم عيل حلو organized، يعني he puts away everything in its place، هو بيحط كل حاجه في مكانها. concentration التركيز، وانت لازم تconcentrate تركز. having a high IQ الاي كيو عندك حلو مش في البسل. قال لي بعد كده natural talent موهبه طبيعيه، زي اعظم لاعب في العالم هو ليو ميسي. ليو ميسي هو طبعا عنده موهبه لوحده الحمد لله. تعال نشوف الفوكاب. positioning هنا معناها وضعيه الشيء او مكان الشيء اتحط ازاي، ده البوزيشننج بتاعها. puzzle معناها يحير confuse، يعني انت يشتتك انت مش فاهمه. curriculum ده المنهج بتاعك اللي هو انت بتدرسه في المدارس، ده اسمه كريكولم على طول. عندي فاكتورز غير فاكتوريز، يعني انت هتلاقي في كلمه كده ممكن تجي لك في التشويسز تلخبطك اسمها فاكتوريز، لو قارنتها هتلاقي في يعني حرفين مختلفين ولا حاجه. فاكتوريز طبعا معناها ايه؟ معناها مصانع، ودي مختلفه تماما عن فاكتورز. اولا مختلفه في الترجمه ومختلفه في عدد الحروف، بس هما شبه بعض. فاكتورز معناها عوامل، وفاكتوريز معناها مصانع. اكسبلور يستكشف،
يعني انا عارف المكان بس راح اعرف معلومات عنه، انا اوريدي عارف اسوان فهروح استكشف هناك حاجات جديده. ولكن يا نجم انت عندك كلمه اسمها ديسكفر، ديسكفر معناها بيتفاجئ بالاكتشاف. وانا ماشي لقيت محل بيبيع كبده عنب، فكده انا ديسكفر a new place which طبعا which sells كبده، بيبيع كبده، فانا بالصدفه ما اعرفوش فديسكفر. عندي كومباني، كومباني انت طول عمرك بتدرسها في المدارس، معناها شركه ومعناها صحبه، الصحبه ورفقاء. فبقول لك بليز be away from bad company، ابعد عن الصحبه الوحشه مش الشركه الوحشه. supervise جاي من supervisor، supervise معناه يشرف على، والمشرف هو اسمه supervisor. access يصل الى، access بالاس مش access ما فيها زد فيها اس، دونت بي فلاح ماشي. يبقى access معناها ايه؟ يصل الى. عندي بعد كده كلمه measure، measure معناها يقيس، بيقيس حاجه. وخد بالك measure ممكن تيجي معنى judge يعني بيحكم على حاجه ماشي. remotely معناها عن بعد from a distance يعني حاجه بعيده. recognizable معناها identifiable معناها مألوف او معروف. يعني مواد اختياريه اللي بتبقى في نظام البكالوريا optional subjects، مواد اختياريه يعني انت تختارها. revision مراجعه، projects المشاريع وبتاخد الفيرب do او carry out. عندي lectures المحاضرات اللي انت بتحضرها، والمحاضر اسمه lecturer يعني هتشيل الاس وتحط ار، وده الراجل بتاع الجامعه اللي بيدي في الجامعه، lecturer محاضر اللي هو الدكتور يعني. اللي بعده لو نزلنا هنا قال لي هنا تقرير مدرسه سكول ريبورت، ده اللي حبيب قلبي بيودوه للبيرنت بتاعك، بيقول لك ابنك فاشل، فساعتها بيقول لك ده السكول ريبورت، ده التقرير. اكتر حاجه بتشوفها عندك اختبارات توتوريالز او تيوتوريالز، الاثنين صح، اللي هي دروس تعليميه. فبقول لك لو مش فاهم افتح اي توتوريال يديك معلومات عن اللي انت عايز تدرسه، يعني فيديو تعليمي. قال لي هنا سيمينارز، سيمينارز معناها منتدى او منتديات. ثيسز رساله البحث، ثيسز. ساند بات بتقعد تلعب في الحفره، شفت انت الساند كاسل اللي هي القلعه اللي انت بتبنيها على البحر، ده حبيب قلبي اسمها الحفر ساند بات. عندي بعد كده موديلنج كلاي، التشكيل بالصلصال لما بتشتري صلصال وبتشكل. وعندي ديتنشن، ديتنشن معناها احتجاز او طبعا انت بتعاقب حد يعني بتبعده عن الناس. ولو انت هتقولها فيرب فبتقول كلمه detain، detain means انك بتحتجز حد يعني بتبعده عن الناس، يعني انت زي معتقل كده، بس هو مش معتقل بالمعنى اللي هو انت متعاقب، انت طبعا هيتطبق عليك الديتنشن. كلايمين فريم لعبه التسلق. كاريرز كونسلنج معناه ارشاد مهني. فبقول لك يا نجم قبل ما تاخد اي خطوه في المهن او في اي وظيفه لازم يتعمل لك حاجه اسمها كارير كونسلنج. لعبه المكعبات توي بريكس، لان بريكس معناها زي قوالب طوب اللي جاي منها مكعبات. اكسبيرمنتس معناها تجارب وبتاخد فعل دو عشان دي مهم. التجارب اللي حضرتك يا فندم اللي بتعملها في المعمل وبتحرق طبعا المعمل بتجاربك الفاشله. تعال نشوف بعد كده. هو المدرسه حبيب قلبي في حاجه اسمها ميوزك روم، والجيمانيزيوم ده بعيد عنك يعني مش موجوده في المدارس عندنا، ولكن هي موجوده في مدارس بره. جيمانيزيوم. كوريدور، الواد بيجري ورا الواد طبعا في الكوريدور، الكوريدور اللي هو الممر بتاع الايه بتاع الممر بتاع الفصول اللي انت بتقعد تجري فيه. كمبيوتر لاب او كمبيوتر لاب او كمبيوتر، انا خد بالك بعرف اتكلم بريتش وامريكا. المهم كمبيوتر لاب مينز معمل الكمبيوتر. لايبراري معناها المكتبه. ساينس لاب اللي هو اللابراتوري which means اللاب اللي بتعمل فيه الاكسبيرمنتس. ستاف مش ستاف لان ستاف عربجي بتتكتب كده، وستاف دي معناها اشياء، اين اشياء، لكن حبيب قلبي ده ستاف. where is the staff room؟ فين اوضه المدرسين؟ كانتين اكتر حاجه بطنك بتجري عندها الكانتين. معلش انا مش هقدر اجي I have lessons انا عندي دروس. do research، خد بالك ان هي بتتنطق في الاخر بالتي اتش، فبيقول لك ريسيرش، والله مش ريسيرش، مفيش حاجه اسمها ريسيرش، ريسيرش ده انت فلاح. ريسيرش. قال لي بعد كده انا اسف طبعا بتشتم انت انا فاهمك، المهم الله يسامحك. دو جيمناستكس معناها يمارس التدريبات اللي هي الجيم. هاف لانش، والله فيها كمان تي اتش لانش. هاف ا بريك او تيك ا بريك. قال لي بعد كده دو اكسبيرمنتس يقوم بالتجارب، لسه كنت كاتبها فوق. اكزابت يعني يعرض الاعمال الفنيه، الارت ورك معناها اعمال فنيه، والاكزابت اللي جاي من اكزيبيشن المعرض. attend meetings طبعا بتحضر الميتنج الاجتماعات. keep lockers يحتفظ بالدواليب، ملهاش معنى يعني ملهاش علاقه. display notice معناها يعرض الايه الاعلانات. تعال بقى نشوف انواع المدارس اللي هي types of schools. انا عندي حاجه اسمها boarding school. boarding school اللي بابا وماما حبيب قلبي عايزين يودوك فيها عشان هم خلاص ضايقوا منك، فعايزين مدرسه داخليه مبيت هتقعد تبات فيها وتيجي ايه خميس وجمعه. جرامر سكول حلو قوي، جرامر سكول عجباني، عايز اقول لك انا اول مره اسمع جرامر سكول دي بجد، يعني مش من نوادر لما سمعت جرامر سكول. مدرسه المتفوقين، طب ليه مش فوكاب سكول؟ اشمعنى جرامر يعني؟ فمعلش بس انا دي جديده علينا.
جرامر سكول مدرسه المتفوقين. comprehensive معروفه مدرسه شامله، جايه من كلمه comprehensive شامله. single sex school معناها مدرسه غير مختلطه، يا بنات بس يا صبيان بس. تمام يا عم. لو نزلت بعد كده هتلاقي state school. state school دي بقى حكوميه مجانيه، يعني ما بتدفعش فيها ربع جنيه، عكس البابليك سكول والبرايفت سكول. البابليك سكول عامله زي التجريبي كده سيكا، مدرسه عامه بس بمصروفات. برايفت سكول دي المدارس الخاصه اللي هي بتبقى الخاصه، يعني ممكن تقول لغات ايه الحاجات دي كلها، ده بيكون ايه المدارس الخاصه. تعال نشوف اكسبريشنز مع كلمه اكزام. فيل ان اكزام، لا قدر الله يسقط في الامتحان. انت مش ملاحظ حاجه؟ انا ما قلتش فيل ان ذا اكزام، لان كلمه فيل بتحب تاخد النون على طول من غير حروف جر. فيل ان اكزام، فيل ذا تيست، مش فيل ان ذا تيست. طب ان شاء الله باذن الله باس ان اكزام، ينجح. تيك او سيت ان اكزام معناها يؤدي الاختبار. I will take the exam tomorrow. I will sit tomorrow. ريسات لا قدر الله سقطت وبتعمل اعاده اختبار. ريسات جاي من كلمه ايه؟ من كلمه set. collocations هنا معناها ان في كلمه بتيجي مع كلمات معينه، كلمه كلاس. لو قلت hold class معناها يعطي درس او ينظمه. طب take class طبعا هو يدرس، انا ككريم طالب هتيك كلاس. attend class يحضر درس، هي take class. dismiss class يعني انا همشي الطلبه، يعني خلصت فدسمس الكلاس بقى خلاص. مس كلاس يفوت الدرس، الناس اللي بتجي لي بعد الدرس بساعه، فكده هو مس طبعا a large part of class، فقد كم كبير او a large amount of information of the class، يعني هو فقد معلومات كتير عن الايه او عدد كبير من المعلومات. go to class يذهب للدرس، هي حاجات شبه بعض. run course يدير دوره دراسيه، انا ككريم كمدرس هرن الكورس وهعرض عليك اوفر حلو، هاوفر الكورس. دو كورس يؤدي دوره، طبعا إيه انت بقى دو او تيك بتاعتك انت كطالب بتدو او تيك. انرول اون وان وات الثلاثه صح، اللي هو يلتحق بدوره. فانا بقول لك ان شاء الله باذن الله نكست سمر انا هلتحق بدوره في حاجه معينه. باس او فيل كورس معناه ينجح او يفشل في الكورس. جيت جريد يحصل على تقدير. ريسيف جريد يحصل على درجات، يعني في الامتحان ما بيفرقش ما بينها، بيحط لك في الاختيارات يا جيت يا ريسيف. اتشيف جريد يحقق درجات حلوه. passing grade انا جبت درجه النجاح، انا جبت الباسنج جريد بس. عندي بعد كده حاجه اسمها catch up phrasal verbs، يعني catch up with معناها يلتحق بحاجه، فبقول لك انا مش هعرف التحق بيه عمدا مسابق بسرعه الصاروخ، فcatch up with معناها يلتحق بحد في مستواه. fall behind معناها يتاخر في التحصيل او يتاخر في حاجه معينه، فبقول لك انا حاولت بس انا للاسف ما لحقتهمش. fall behind. go over يراجع زي كلمه revise او check، نفس المعنى. قال لي بعد كده كلمه keep up معناها follow يتابع، فبقول لك انا keep up الحاجه بتاعتك. look up يبحث عن، وبتيجي على طول مع كلمات معينه. look up dictionary معناها يبحث في القاموس على كلمه معينه. put off اكنك بتقول، لا والله كنت لسه اكتبها، لسه كنت اقول لك اكنك بتقول كلمه delay، اهي delay او postpone، مش postpone postpone. tell off اللي هي reprimand means what? to say bad words to someone because he did something wrong، تشتم حد او تهزقه عشان هو عمل حاجه وحشه يعني. work out ان شاء الله باذن الله هنفهمها هنحلها، يبقى work out. انا حبيب قلبي بتعلم حاجه باي هارت، بفتكرها بس كده، اللي هي memorize. make the grade pass، الحمد لله I made the grade I passed، ان انا نجحت. teach somebody a lesson معناها يعلمك درس، فبقول لك ده يعلمك درس انك ما تثقش في حد، فتيتش a lesson. the teacher's pet ابن امه او ابن المدرس، يعني ايه؟ يعني اللي على الحجر المدرس بيحبه بيطبله، ده يا حبيب قلبي التيتشرز بات، ده اللي هو ايه اللي بيقول له معلش يا حماده عادي عيش. قال لي ان كلاس اوف هيز اون، انا باشا في موازي، انت مستواك وحش انا اجمد منك، فانا اصلا في كلاس اوف ماي اون، انا لوحدي. يبقى طبعا مش قاعد في فصل لوحدي، لا انا اجمد منك. get او have her nose in a book او his، لما بتقول I am او I have my nose in a book معناها انا عندي امتحان بكره وقاعد بذاكر، يبقى have my nose مناخيري في الايه في الكتاب. يعد للامتحان او يجهز prepare for، revise for يراجع الى، study for يذاكر الى او يذاكر الامتحان. top of the class هو اعلى واحد في الفصل. specialize in معناها يتخصص فيه. ده بالنسبه لايه للprepositions. تعال نشوف اللي بعده. السؤال الاول بيقول لك I can't believe he spaced such an exam، انا مش مصدق ان هو في الامتحان. it's the easiest، ده اسهل امتحان. وصيت ازاي؟ يبقى I can't believe he failed معناها يفشل. قال لي many students العديد من الطلبه on this course هيشاركوا في الكورس ده. طيب لو قلت study ما ينفعش، لو اقول study the course يعني study حاجه على طول، لكن حرف الجر ده بيديك كلمه يشارك فيه، ينضم الى enroll on، وممكن تشيل on وتحط in او at، الثلاثه صح. يبقى enroll هي الإجابة. I'm not going to space the English class،
انا معلش النهارده مش هحضر، يبقى I'm not going to attend يحضر الانجليش كلاس. طيب قال لي بعد كده نمبر 4، والله انا عملتها بالصدفه. طيب بس هي دي الاجابه، هي جابت الدرجه جامده جدا، يبقى she got a very high grade، حصلت على درجه حلوه. نمبر 5 لو نزلنا كده مش عارف بيشخبط ليه، المهم ما علينا، ننزل في نمبر 5 هنا اهو. قال لي هنا he was unable، ما كانش قادر to go to university، ما كانش قادر يروح الجامعه، but he applied for a government، ولكن هو قدم على منحه حكوميه وحصل عليها. يبقى المنحه معناها grant، وجرانت معناها منحه. قال لي she was space at Cairo University، هي تم قبولها في جامعه القاهره، accepted a master. طب promoted معناها اترقت في جامعه القاهره. حبيب قلبي promoted بتتاخد لما انت بتقول هو اترقى لمنصب ايه. على فكره هي تكنيكلي انا ماشيها صح، بس لازم تعرفني هو اترقى لايه، لمدير، للهاد، وهكذا. فساعتها promoted لايه، لان بس حدش يجي يشغل في الدماغ في الامتحان ويقول لي اصلا promoted اترقى في جامعه القاهره. طب اترقى ايه؟ فراش، اوفيس بوي، مش عارف. يبقى accepted اتقبل في جامعه القاهره، شكرا خلاص خلصت. قال لي هنا بات، ماشي، او بيت بيقولوها كده في مش بيتين، بات او بيت caused a lot of trouble، سبب مشاكل في درس الماث. so he got 2 hours، عشان كده قالوا له حبيب قلبي انت مستبعد لمده ساعتين، اقعد بره. يبقى هو زي اعتقال او اتحبس، detention. ساند بدأ حاجه الرمله، اكزام امتحان، revision مراجعه. تعال نشوف نمبر ايه، نمبر 8 مع بعض. at the end of every term، كل ترم حبيب قلبي بتروح لبابا وماما. طب هتروح بايه بقى؟ children get their school، بيحصلوا على ايه بقى؟ بيحصلوا على reports ويودوها للبيرنتس اللي هم الاباء. in secondary school، في المدارس الثانويه these days، الايام دي students الطلبه عاده learn one or more foreign، بيتعلموا واحده او 2 لغه. foreign يعني اجنبي، يبقى بتعلم لغه ما فيهاش بقى خلاص، يبقى languages الاجابه. careers او career على حسب ما انت فلاح ولا لا. استشاره انت خدتها اسمها career counseling، معناها استشارات الوظائف، ده مهم بعد ما تتخرج حماده، يبقى counseling. نمبر 11 children need a bucket and spade، يعني عايزين اللي هو ايه، عارف انت الجاروف والسطل اللي بيقعدوا يحطوا فيه الرمل، يبقى هيلعبوا في الرمل، يبقى صح كده، يبقى sand bat. space experiments انك تعمل تجارب في الساينس في العلوم، واكسبيرمنت معناها تجارب بتاخد do، ما تفكرش، يبقى doing على طول. اللي بعد، العديد من الطلبه او بعض من الطلبه ما بتعرفش تتعلم طبعا باي هارت، يعني اللي هو ايه، تميمورايز، تحفظ الحاجه، وانت خدت حاجه انك تلرن حاجه باي هارت، اللي هو بايه، بتميمورايز. يقول لك جيمس wanted to be a doctor but he didn't make، لك هو طبعا انا واخد ايديوم اسمه make the grade، معناها ينجح. الواد جيم عايز يبقى دكتور بس ما نجحش، يبقى make the grade، ده ايديوم على بعض. The experience spaced me a lesson، التجربة علمتني درس، يبقى taught me، و taught الماضي من كلمة teach. اللي بعده قال لي this new sports، الرياضات دي أو new sports car، العربية دي is in a space of its own، يعني في حاجة لوحدها. طب يا مستر يعني إيه؟ يعني العربية دي في حتة لوحدها، much better than anyone، أحسن من أي حاجة، يبقى class of its own، وأنا خدت idiom ده معناه أحسن من أي حد. He is an enthusiastic reader، هو قارئ عنده شغف. He has always got his space، طبعا على طول بيقرا وبيذاكر وبيريد، يبقى جيت ايه لما قلت لك حاشر مناخيره، يبقى nose. He is the teacher's space، he never punishes him، هو ابن الدكتور او ابن المدرس عمره ما عاقبه. فهو البات، بات اصلا معناها حيوان اليف، فهو عارف كلبه بس انا طبعا مش قصدي يعني، ولكن هو نفس الايه الاكسبريشن ده، نجم ده البوي بتاعه، ماشي. المهم قال لي هنا في 19 هاي سكول ستودنت، الطالب بتاع المدارس الايه اللي هو الثانويه. find space counseling، احنا خدنا career counseling means الاستشارات، يبقى ده على طول ما تفكرش. I'm gonna the space to finish my experiment، انا رايح عشان اخلص طبعا التجربه. طب رايح فين؟ المعمل، الساينس لاب. The poor horse، الحصان الفقير او اللي هو المسكين يعني. will never catch، انا خدت حاجه اسمها يلتحق بحد، catch up with، مش عارف يلحق بالتانيين. She always gets straight A's، A's معناها درجات، درجة A يعني ممتازة. She is the top of the class، هي بطلة الفصل، top of the class، خدها expression مع بعض واحفظها. Let's meet in the space after class، يلا نتقابل فين بعد المحاضرة. We can have lunch together، احنا ممكن نتغدى سوا، فاحنا كده يلا بينا على الكانتين، نجم انت طفس، يبقى كانتين. تعال ننزل في 24، قال لي هنا every child has the right to free education، كل واحد عنده عنده طبعا الحق ان هو يتعلم تعليم مجاني. طب ده فين؟ في المدارس الحكوميه العامه، يبقى state school.
Jane's teacher told her that she would have to work hard. مدرس جين قال لها إن لازم تشتغل كويس عشان تلحق بأصحابها الآخرين، يبقى catch up with. This time tomorrow إن شاء الله النهارده زي دلوقتي بكرة I will be space my exam. هبقى بمتحن، يبقى give my exam، أو ممكن أقول كلمة take، طبعا taking. Alex wanted to، الواد أليكس محتاج إن هو يعرف how much he would have to pay، هيدفع قد إيه لمصاريف الجامعة، والمصاريف اسمها fees. طبعا لون معناها كارد، جرانت المنحة ده ببلاش، سكولرشيب نفس الكلام ببلاش. طب هدفع ازاي ببلاش؟ ما ينفعش، يبقى نكمل. 28 her achievements، انجازاتها are outstanding، جامدة جدا. she is in a space of her own، يا نجم ده في حتة لوحدها، يبقى class of her own ده idiom مع بعض يعني في حتة لوحدها. Helena was delighted، يعني البت هيلينا كانت مبسوطة when her application to Oxford University، لما الابلكيشن بتاعها اتقبل يعني ايه؟ was accepted. Kate took her school، البت كيت خدت الايه بتاعها للبيرنت، لباباها ومامتها، يبقى خدت التقرير المدرسه الريبورت. The Language Institute اللي هو المعهد بتاع اللغات، والسبيس انتنسيف كورس، هيعمل كورس جامد جدا. طب هل المعهد هياخد كورس ولا هيعمل كورس؟ هو اللي هيعمل الكورس، يبقى رن. طب فانت كطالب هتك الكورس يا حماده، فساعتها رن هي الاجابه عشان ده المعهد بتاع اللغات. تعال نشوف 32. قال لي انا now that I've got my degree I will apply for a teaching. خد بالك بقى، قال لي اول ما هحصل على الشهاده بتاعتي هقدم على وظيفه في التدريس. الله عليك يا حبيب قلبي. فساعتها teaching post، وteaching post معناها الوظيفه، وظيفه post. profession معناها حرفه، place مالهاش علاقه، مفيش ده مكان. career معناها المهنه، ومش المهنه اللي هو طول المده بتاعت المهنه بتاعتك. فانا ما ينفعش اقول المسار الوظيفي للتدريس، ولكن هقدم على مهنه اللي هي التدريس. ما ينفعش اقول المسار الوظيفي للدراسه او للتدريس. He liked the poem so much، بيحب القصيده والقصائد يعني. He decided to learn it by heart، احنا خدناها يعني بيتذكرها فقط. I hope that this punishment، انا اتمنى ان العقاب ده يعلمك الدرس، يبقى teach you. Well done سارة او سارة. You are top of، انت بطلة الفصل، top of the class. اللي بعد التيتشر gave out the homework assignment، التيتشر ادى الواجب وبعد كده مشي من الفصل. يمشي او يغادر مكان، ممكن اقول left بس مش عندي، يبقى dismissed، مشي من المكان. The teacher went to prepare her lesson، التيتشر كانت عايزه تحضر الدرس بتاعها. and pick up her register from، وجابت الايه زي الابلكيشن بتاعها من الايه، طبعا ما هي مدرسه بتروح تجيب الحاجه من اوضتها الستاف روم، يبقى الاجابه ايه؟ الإجابة بي. ديفيد was very disappointed، الواد ديفيد كان مش طايق نفسه. ليه؟ when he was told، لما أخبر that he had الكورس، لما مش خسر، لما طبعا سقط في الكورس. I recommend that you get a private، أنا برشح إنك تحصل على private tutor. tutor means private teacher أو teacher، اللي هو المدرس خصوصي يقعد معاك حماده عشان انت في الكنافه، يبقى private tutor على طول، ما تفكرش اول ما تشوف private حط tutor على طول. The children at the local primary school، بيقول لك الchildren في المدرسه الابتدائي العامه عادي are working on a space related to environment، شغالين على مشروع له علاقه بالبيئه، يبقى project. She loves reading and always has her nose، وعلى طول بتقرا. Make a study timetable، انك تعمل جدول للمذاكره. That way you want to fit، فانت كده انت مش هتاخر حاجه، مش هتراكم ما مراكم، فتراكم معناها fill behind، انت مش هتراكم. This math problem، المشكله بتاعت الماث بتاعت الرياضيات is really difficult، هي صعبه. It will take me some time، هتاخد مني وقت ان افهمها، يبقى يفهم معناها work out، اللي هي معناها كأنك بتقول لحد هتاخد مني وقت ان انا understand. You need to do more work، انت لازم تعمل شغل كتير في البيت. If you want to keep up، على طول ما تفكرش، keep up على طول، ده expression على بعض لو عايز تكمل. She can speak 4، بتتكلم 4 لغات، يبقى 4 لغات يعني مش لغتها، يبقى foreign languages معناها لغات أجنبية عشان مش لغتها. اللي بعده What do you think is the best way to revise؟ ايه انت شايف احسن حل انك تراجع للامتحان؟ revise for، ما تفكرش على طول، يبقى revise for. His university professor، مش بروفيسور، بروفيسور ده حبيب قلبي كعربي. استاذها الجامعي specializes، specializes معناها يتخصص ان، على طول ما تفكرش، يبقى specializes in. قال لي في 48 عندي our teacher has a great of humor، عنده دم خفيف مش زي رقم 1، يبقى has a great sense of humor معناها روح الدعابة. If you are not sure، لو انت مش متأكد
up the word in a dictionary. أنا قلت لك من شوية ابحث عن كلمة في قاموس اسمها look up. Parents receive a school space. البيرنتس حبيب قلبي انت بتروح لهم بالتقرير بتاعك ريبورت. طبعا البيرنتس مش بيحصلوا على امتحان، مش بيحصلوا على واجبات، مش بيحصلوا على بيان من البنك على الطلبه، مفيش الكلام ده. تعال نشوف بقى اسئله الريرايت بتاعه الفوكاب او اللي هي الايديومز والفريزال فيربس. قال you have to do extra work، عايز تعمل يعني شغل زياده to reach the same level as your colleagues، عشان توصل لنفس مستوى زملائك في العمل. catch up كده معناها ان هي reach، فانا هبدا بالجمله عادي you have to do extra work to ايه بقى؟ ساعتها اقول to catch up عشان توصل catch up ده same level عشان توصل للسيم ليفل، وهتحط من عندك كلمة with your colleagues. ماشي يا عم؟ طيب you need to review your answers، عايز تراجع الانسرز بتاعتك. go over بتدي معنى ريفيو بالظبط، يبقى هتقول ساعتها you need to ايه؟ to go over your answers. بس كده يا عم بكل بساطة وسهلة وما فيهاش أي حاجة. هنا بيقول لي we need to find more information about this on the web. find information يعني look up. فبقول لك احنا عايزين we need to look up more information، ان نبحث عن معلومات وتكمل الجملة زي ما هي عادي جدا. put off معناها ان هو يأجل حاجة. we had to postpone، يبقى هتشيل postpone وهنحط ساعتها ايه؟ put off. طيب she was reprimanded معناها اتوبخت اتهزقت من المدرس. طيب قال لي reprimanded هشيلها واحط بس كلمة she was told off بس كده. طيب students are asked، الستودنتس مطالب منهم ان هم يفتكروا او memorize يفتكروها كده اللي هو او يذاكروها القصيدة، يبقى ساعتها احط learn ده idiom مع بعض learn this poem، يتعلموا البوم دي by heart بس كده. طيب قال لي هنا if you want to succeed، لو عايز تنجح you will have to study very hard، لازم تذاكر كويس. يبقى if you want to، لو انت ذاكرت او ركزت معايا هتلاقي في حاجه اسمها make if you want to make the grade، تنجح بس كده. هنا no player is even close to him this season، مفيش لعيب قريب منه السيزون ده. he is the best، ده اجمد واحد. يبقى طبعا the best انا بشيلها، فساعتها احط الجمله كلها عادي جدا وفي الاخر اقول ايه؟ he. طيب in primary school في المدرسه الابتدائيه انا كنت المحبب للتيتشر للمدرس، يبقى انا كنت يعني اقولها زي بقى in primary school I was يبقى the teacher's pet، ابن المدرس يعني. ماشي يا عم؟ ده بالنسبه لايه؟ للفوكاب. الجرامر بتاع الدرس ده الا وهو الباسيف، تعال اشرحه لك في اقل وقت عشان تخلصه، والكوزيتيف مع بعض. طيب الباسيف معناها مبني المجهول، يعني انا ببدا بالمفعول، يعني الفاعل ده ملوش علاقه. طيب الجمله في الانجليش بتبقى مبنيه على فاعل او مبنيه على مفعول. مبنيه على فاعل بيبقى ليها تكوين، ومبنيه على مفعول ليها تكوين. طيب انا ممكن اقول انا عملت الهوم ورك امبارح او الهوم ورك اتعمل. ممكن اقول الهوم ورك او انا بعمل الهوم ورك دلوقتي والهوم ورك دلوقتي بيتعمل. ممكن اقول انا بكره هعمل الهوم ورك او الهوم ورك بكره هيتعمل. فانت كل زمن بيبقى ليه باسيف، والتكوين بتاع الباسيف في الازمنه بيختلف عن الاخر، لان طبعا امبارح غير النهارده غير بكره. هو ده فكره الباسيف. ماشي؟ فتعالى نعرف بالظبط انا هحط انهي زمن مع الباسيف وتكويناته ايه عشان تبقى انت قافل الدرس خالص. طيب قال لي الماضي البسيط هو اهبل حاجه. الماضي البسيط كده كده انت لما بتعمل جمله في الباسيف بتبدا بالاوبجكت المفعول، ثم يا اما was لو المفعول ده مفرد، يا اما were لو المفعول ده جمع، وفي الاخر هتحط بي. شكرا خلاص. طيب وخد بالك قال لك زي ما في سؤال مبني على الفاعل سؤال مبني على المفعول، فقال لك لو انا هعمل سؤال مبني على المفعول يا عم، قال لك كده كده بكل بساطه هبدا باداه الاستفهام WH بلس قال لي يا اما برضه was او were، يعني محور الباست سمبل في الباسيف هي was were زائد المفعول، واحط في الاخر هنا ايه؟ بي واعمل علامه استفهام. دي كده جمله مفعول وجمله مفعول. طب اعرف منين هنا ان انا هستخدم الماضي البسيط في الجمله بتاعتي؟ لو لقيت في اخر الجمله كلمه مثلا ايه؟ yesterday، لو لقيت مثلا ago، لو لقيت last، لو لقيت مثلا in the past، ولو لقيت ايه؟ in زائد طبعا مده في الماضي. اول ما الاقي كلمه من الكلمات دي هعمل الجمل دي، يبقى object was or were زائد بي او WH ده سؤال عشان تبقى انت عارف دي تكوينات السؤال. خلصت يا عم. طيب
في حاجه بس عايز اقول لك عليها، انا هكتبها لك هنا في الدرافت دي. قال لك هنا ممكن تنهي الجمله بتاعتك بكلمه باي وتحط الشخص عادي جدا. طب عايز يا مستر ما احطهاش، عادي شيلها. او ممكن انهي بويز واحط الاداه. حلو كده. طيب قال لي يعني انا عايز اقول الهوم ورك اتكتب بواسطه او اتعمل بواسطه كريم، يبقى ده هوم ورك وامبارح يعني was done by كريم. طيب كريم انا حطيت باي عشان كريم ده شخص. طب اتعمل بقلم رصاص، ينفع اقول باي ا بنسل؟ ما ينفعش with a pencil. ده الفرق بس، عشان لو جالك في الامتحان قال لك نقط باداه حط with، قال لك بشخص حط باي، شكرا خلاص. ده كده الماضي البسيط بالنسبه للباسف. طب انا عندي ازمنه ايه تانية ممكن اعملها باسف؟ قال لك الماضي المستمر. طب الماضي المستمر قال لك عشان تعمل جمله يعني الماضي المستمر الباسف، تعال نشوف. قال لي عادي جدا هبدا بالاوبجكت اللي هو المفعول بلس برضه was او were. خد بالك الماضي يعني الماضي البسيط والماضي المستمر لما بتعمل المبني المجهول بتحط was او were، بس الفرق ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر هي كلمه واحده بس. طبعا هتقول هنا object was او were وزائد كلمه اسمها بقى ايه؟ كلمه اسمها being، وهتحط في الاخر الايه؟ البي بي زي ما هو. طيب ده كده جمله ماضي مستمر في المجهول. طب لو عايز اعمل سؤال في المجهول ماضي مستمر، قال لك هتبدا ب WH بلس was او were، يدا وهحط المفعول ثم كلمه being. لازم تبقى حافظ التكوينات عشان في الامتحان تبقى انت فاهم انت هتعمل ايه، ثم التصريف الثالث وهتحط علامه استفهام. طب ايه بقى الكلمات الداله عشان اعرف ان انا هنا هتكلم على الماضي المستمر في الجمل بتاعتي؟ قال لي هتلاقي مثلا ان في كلمه اسمها yesterday. هتقول لي ايه ده؟ طب ما yesterday انا شفتها فوق في الماضي البسيط. لا، yesterday هنا زائد مده. yesterday at 7 o'clock هنا ماضي مستمر. لو لقيت مثلا كلمه while، لو لقيت مثلا كلمه as او اختها just as، بس يا عم كده. اول ما تلاقي الكلمات دي في الجمله عندك اعرف ان انت عايز تكوينات الماضي المستمر. فساعتها اشوف بقى مثلا اقول my car ده مفرد was being fixed صح كده yesterday at 7 الساعه 7 ماشي يا عم. او ممكن اقول while my car was being fixed او while my cars عربياتي تاخد were عشان جمع وهكذا. ده الماضي المستمر. طيب الماضي التام قال لي عشان اعمل تكوين من تكويناته، تعالى كده ننزل مع بعض ونشوف ايه الماضي التام. الماضي التام عشان اقفل ازمنه الماضي خالص، قال لي بكل بساطه هتحط المفعول، هو كلها مفعول، object بلس had بلس البن بلس البي بي، بس كده يا عم ماشي. ولو عايز اعمل سؤال هقول WH بلس الهاد، لان زي ما هتعمل جمله في المجهول لازم تعرف السؤال في المجهول بيتعمل ازاي، لان ممكن في ريرايت في الامتحان يقول لك اعمل لي السؤال ده في المجهول فانت مش عارف التكوين فمش هتعرف. قال لي WH زائد هاد زائد مفعول زائد بن زائد بي بي. ده كده تكوين الماضي التام في المجهول. طب كلماته اللي انا اعرفها منين؟ قال لي ممكن هتلاقي كلمه after او as soon as او by the time ساعات بتيجي برضو، او كلمه by ومده في الماضي. شكرا كده يا عم. ساعتها لما تشوفهم اعمل تكوين الماضي التام، لان انت دلوقتي لما يجيب لك مثلا جمله في اللي عندك في يعني في الامتحان، ما هو انت مش عارف، ما هو انت عندك كل الازمنه فيها باسف. طب انا هعمل انهي باسف؟ انا اكيد مش بشم على ظهر ايدي، على حسب الكلمات الداله. الكلمات الداله اللي تقول لك انا محتاجه ده، فساعتها تبقى انت فاكر تكوين ده وتعمله ماشي. طيب هننتقل من الماضي للمضارع، والمضارع هنبدا بالبريزنت سامبل. البريزنت سامبل قال لك بص يا عم انا هبدا بالاوبجكت عادي زي ما انا، زائد يا اما ام يا اما از يا اما ار زائد التصريف الثالث، بس كده. عايز اقول الهوم ورك بتاعي بيتعمل كل يوم، يبقى ماي هوم ورك از دون افري داي. من الكلمات الداله عشان ابقى عارف ان هو كده عايز المضارع البسيط، هلاقي كلمه every، هلاقي كلمه always، هلاقي كلمه usually، هلاقي كلمه often. كل الحاجات دي مضارع بسيط. هلاقي كلمه rarely وسيلدم واوكيجنلي، كل الحاجات دي. فساعتها لما اشوفها في الجمله اعرف ان هو عايز مضارع البسيط. طب عايز اعمل سؤال بقى، قال لك هتحط اداه الاستفهام ثم am is are ثم المفعول ثم التصريف الثالث. ده كده بالنسبه للباسف في الايه، في المضارع البسيط في السؤال. يعني ده كده تكوين ايه؟ تكوين سؤال، وده تكوين ايه؟ تكوين جمله. ماشي يا عم. طيب بعد كده هننتقل من المضارع البسيط للمضارع الايه؟ المضارع التام. المضارع التام قال لي بص يا عم كريم، انت الماضي التام خدت هاد وبن، حط في المضارع التام هاف وهاز وبن، لان المضارع التام هو اخوه برضه بكلمه بن. طيب قال لي المضارع التام بياخد اوبجكت عادي زي ما انا بلس هاف او هاز
مفرد او جمع؟ طبعا هاف للجمع وهاز للمفرد على حسب المفعول، ثم بن والتصريف التالت. بس يا عم حلو قوي التصريف المهم يا عم، قال لي وعشان اعمل سؤال WH بلس have or has. بلس المفعول وكلمة بن، زيه زي على فكرة تكوين الماضي التام بالظبط، بس بدل هاد هتحط هاف وهاز زائد التصريف التالت. بس كده يا عم، وهتحط هنا يا عم بكل بساطه. طب اعرف منين بقى ان هو محتاج هنا المضارع التام؟ لو لقيت مثلا اشهر كلمتين since وفور، لو لقيت كلمه already، لو لقيت كلمه just، لو لقيت كلمه yet، لو لقيت كلمه lately وريسنتلي، وممكن احط هنا كلمه اسمها so far. ده كله كلمات تدل على المضارع التام. يعني لو قال لي just في الامتحان my homework has just been done، او my homework has already been done، او yet، او whatever الحاجه. طبعا دي كلمات الداله، وده يبقى ده جمله وده برضو سؤال. حلو يا عم. طيب كده انا خلصت مضارع بسيط ومضارع تام. طب هل المضارع في تاني مضارع؟ في مضارع مستمر. طيب تعال نشوف المضارع المستمر. يبقى تاني قبل ما امشي، انت مش هتعرف تحل اي باسف غير لما تبقى عارف الكلمات الداله اللي جايه في الحاجه، عشان من خلاله تحط انهي تكوين. ما هو كل الازمنه فيها باسف، انت عايز انهي تكوين وهكذا. طيب قال لي في المضارع المستمر بحط object زائد am is are. انت لو تفتكر ان الماضي المستمر كان بياخد was were زائد being زائد تصريف ثالث، المضارع المستمر بياخد am was were زائد being وتصريف ثالث هو اخوه، يبقى ساعتها being plus bb. ده كده المضارع الايه المستمر في الباسف. وقال لي عشان تعمل سؤال بكل بساطه ساعتها هتحط الاداه الاستفهام wh بلس am is are، ماشي يا عم، بلس المفعول بلس being والتصريف الثالث. سهله وجميله ما فيهاش حاجه يا عم. طيب ايه الكلمات اللي تخليني اختاره عندي في الاجابات؟ قال لي كلمه now واختها اسمها right now، وعندي كمان nowadays، ماشي يا عم، وعندي at the moment في تلك اللحظه، اكتبها لك اهو، وعندي كمان ممكن اكتب look او listen. هي listen بقى، مشيها listen، اقراها انت listen. تمام، nowadays ولوك ولسن وناو رايت ناو ات ذا مومنت، ده الاشهر يعني. ماشي، فده المضارع الايه المضارع المستمر. طب في تاني، في حاجه اسمها مضارع تام مستمر بس ملوش بسبب، مفيش حاجه اسمها هاف بين او هاز بين بينج، مفيش الكلام ده. فانت واقف لحد هنا في المضارع، بعد كده نخش في الفيوتشر. طب المستقبل في حاجتين بس، تعال نشوف. المستقبل يا اما بويل مثلا، او سيب ويل دلوقتي، يعني انا كده كده جاي في ويل. المستقبل اللي انا عايزك تعرفه بس مستقبل التام. المستقبل التام بيحب حاجه زي مثلا الاوبجكت المفعول بلس will have been بلس bb. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لتكوين المستقبل التام. وده طبعا تكوين السؤال بتاعه wh will ومفعول وهاف وبين وبي. ماشي. طيب بيحب in space مده مستقبل، كلماته الداله ما بيجيش كتير بس تبقى انت عارف. او بيحب باي زائد مده في المستقبل. ماشي يا عم. طيب وخد بالك لو انت لقيت باي ومده في المستقبل وما لقيتش المستقبل التام، ممكن تحط المستقبل البسيط اللي هو ويل بي. طيب تعالى بقى اقول لك اللي هي بتاعت بي يا عم وراح دماغك. قال لي بص يا عم كريم، لو انا لقيت في الجمله عندي، عد بقى معايا، كان كود ادي 2، شال شود ادي 4، قال لي ويل وود ادي 5 او 6 كمان، قال لي ماي ومايت وماست، وقال لي عندي حاجه اسمها going to. كل الحاجات دي ما بتاخدش غير حاجه واحده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ساعتها بتحط بي زائد بي بي. مثلا عايز اقول الهوم ورك لازم يتعمل، يبقى my homework should be done must be done will be done would be done may be done، اي حاجه done. طب لو عايز اعمل سؤال بقى بالكلمات دي كلها، قال لي هتحط اداه الاستفهام wh بلس، لان طبعا عايز تحط كلمه منهم، اي كلمه حط الكلمه. انا هكتب لك كلمه اهو، بعد كده المفعول، بعد كده بي، بعد كده التصريف الثالث، وتحط علامه استفهام. فبقول لك مثلا ايه، why can او why must my homework be done، why should my homework be done، ليه الهوم ورك بتاعي تعمل كل ده يا عم.
ده بالنسبه لمين؟ للحاجات دي اسمها الموديل فيربس، الافعال الناقصه. تمام يا عم؟ طيب ده حاجه صغيره كده هقول لك عليها قبل ما تقفل الباسف. قال لي كمان انا عندي في افعال اللي هي والمصدر، يعني مثلا كلمه تشوز، كلمه ريفيوز، كلمه وانت. مثلا انا بديك افعال حاجه بتيجي مع تو، كلمه مثلا اجري. ماشي يا عم؟ كل الحاجات دي او معظمها يعني بتاخد تو زائد بي زائد بي. عايز اقول الهوم ورك بتاعي محتاج يتعمل، يبقى ماي هوم ورك wants to do هو اللي هيعمل، لا to be done. خلي بالك. طيب قال لي كمان انا عندي من ضمن الافعال في افعال بتاخد اي ان جي، يعني مثلا انا هكتب لك الاكزامبل ده، فساعتها اقول ايه؟ ماي هوم ورك wants مش محتاج يعمل to be done. شكرا. طيب ده كده جمله. قال لي من ضمن في افعال بقى بتاخد اي ان جي، زي فعل زي suggest، زي فعل avoid، زي فعل مثلا postpone يأجل، زي فعل enjoy، زي فعل keep. ماشي يا عم؟ طبعا هنا في فعل اسمه hope لو انت عايز تزود، طبعا هتلاقيهم في الكتاب عندك. suggest و avoid و postpone و enjoy و keep. واحنا بنحل دلوقتي هنعرف هنتعرض للافعال، وكلمه object يعترض. كل الافعال دي بقى نجم في الحاله بتاخد دي، لو هم لو هي هنا بادئه بمفعول يبقى انت ساعتها هتحط بقى نجم، مش تبقى تو بي وبي بي، لا هتحط being بلس بي بي بس كده يا عم كريم. طيب عايز اقول انا بتجنب اتشاف، مش عايز اتشاف، فانت هنا مش فاعل، انت مفعول، لان بتقول انا بتجنب اتشاف من الناس هم الفاعل، هم اللي هيشوفوك. فساعتها قال لك هتقول ايه بقى؟ هتجيب مثلا فعل زي avoid، فتقول I avoid. طيب I avoid عايز اقول see، I avoid see، لا. طب seeing لا، انا بتجنب اتشاف، يبقى انت مفعول، يبقى تقول I avoid being seen. بس كده يا عم. يبقى على حسب الفعل تحط يا اما تو بي يا اما بينج وبي بي، وكده كده هينتهي بتصريف ثالث. ماشي يا عم؟ خد بالك ان كل الباسف بينتهي بتصريف ثالث، كل الباسف لازم ينتهي بتصريف ثالث. واحلى حاجه بقى في التصريفات الثالثه في الانجليش عامه ما بتحطلهاش اي ان جي. يعني انت وانس ان عندك سؤال في الباسف ما تفكرش في اي اختيار فيه اي ان جي، لان الاي ان جي في الباسف التصريف الثالث طبعا انت بتنهي بيه الجمله، والتصريفات الثالثه اعداء الاي ان جي. فكده انت هتكسب ايه؟ بوينت كده. ماشي يا عم؟ قال لي خد بالك بقى فعل زي هاف. هاف لو جيب معنى ملكيه، يملك حاجه، ما ينفعش في الباسيف يتحول لهاف. ولو جيب معنى ايت او درينك نفس الكلام. يعني تعال اقول لك اكزامبل عشان يتوضح اكتر. بص بقول لك ايه بقى؟ I have a flat، انا عندي شقه. ماشي؟ عايز اقلبها بس بقول الشقه مملوكه ليا، صح كده؟ طيب فانت بقى هتقول ايه؟ I have a flat ده مضارع بسيط، فهتقول ده flat عشان ده مفرد هاز او هتتلخبط. قال لي في الحاله دي لما تقول انا الملكيه بتحول لحاجه اسمها own او possess. يعني ساعتها تقول لي بقى a flat شقه مملوكه is وتصريف ثالث من own owned او possessed. طب ده بيوصلك لايه؟ بيوصلك ان في بعض الافعال اللي هي منها have لما بتتغير الباسيف بتتشالها خالص وتحط حاجه جديده ثانيه، اللي هو ده. يعني انا من شويه قلت I do my homework، يبقى my homework is done، هو المشتق من الفعل، لكن have ما بيشتقش منه، وده مهم جدا. طب لو قلت لك مثلا ايه؟ I am having my lunch، انا بتغدى. طيب عايز اقول اللانش دلوقتي يعني ايه؟ بيتم اكله، فانا عايز اقولها ساعتها ايه بقى؟ فاقول هنا my lunch، ولو ركزت في الزمن هتلاقيه مضارع مستمر، والمضارع المستمر بياخد am with و are زائد being زائد تصريف ثالث لو انت مذاكر. يبقى my lunch is being. طب is being had؟ لا، is being eaten تحول have ل eaten. طب لو قلت لك I'm drinking او I'm having juice، انا بشرب عصير، فتيجي تقول juice is being had، لا juice is being drunk، اللي هي طبعا التصريف الثالث من drink. خلي بالك من فعل have عشان مهم جدا. دي الحاجات اللي تخلي بالك منها في الباسف. طب الحاجه الثانيه اللي عندك في اليونت هي الكوزيتيف. الكوزيتيف عبيط جدا. الكوزيتيف كده معناها كوز، معناه انا سببت حد يعمل حاجه، يعني مش انا اللي عملت، انا خليت الحلاق يحلق لي. انت بتروح للميكانيكي عشان هو يصلح العربيه، فبتخلي حد يعمل حاجه مش انت اللي بتعملها. طب اعملها ازاي بقى؟ قال لي بص يا عم، انت الفعلين الاساسيين عندك فعل اسمه have او has، وفعل تاني اسمه get. الاثنين صح على حسب اللي موجود في الجمله. طيب
عايز اقول لك انا خليت الميكانيكي امبارح يصلح العربيه. قال لي بص يا عم من الاخر كده عشان اقسم بالله اشرحها لك في ثانيه. قال لي بص ممكن تقول هاف او هاز زائد الشخص زائد مصدر، ماشي يا عم؟ او ممكن تقول get زائد الشخص زائد to والمصدر، بس كده. عايز اقول لك انا كل يوم بخلي الميكانيكي يصلح لي العربيه. يبقى تعالى اقول لك جمله كده معينه، فبقول لك مثلا every day كل يوم، حلو كده؟ طيب I يا اما have يا اما get، حط اللي انت عايزه بس هتفرق في to والمصدر. I have انا بخلي ذا ميكانيك، بخلي الميكانيكي fix my car مصدر. مستر انا مش عجباني كلمه هاف، حط جت بس قول تو فيكس باي كار، بس كده. حلو كده يا عم؟ طب عايز اقول يا مستر انا امبارح خليت الميكانيكي يصلح العربيه، هو هاف وهاز او كلمه جت اسطمبه واحده ما بتغيروش؟ لا بيتغيروا. هو ينفع اقول انا امبارح اي هاف؟ لا، حط الماضي منها اللي هي هاد، فساعتها تقول yesterday وصرف بقى الكلمه، لان يا جماعه كلمه هاف وهاز وجت بيتصرفوا على حسب انت هتحطهم فين. yesterday ماله بقى؟ I have ازاي have؟ ده have ده مضارع، يبقى I had الماضي منها. I had ايه بقى؟ ميكانيك، خليت ميكانيكي، ماشي يا عم؟ اهي وتحط مصدر fix my car، او I got الماضي من get I got a mechanic to fix my car. شكرا، خلاص. يبقى كلمة have وهاز وجت بتتصرف على حسب انت بتتكلم فين. افرض قلت لك انا بكره هخلي الميكانيكي، ينفع اقول I got امبارح؟ I will get the mechanic to fix my car. حلو كده يا عم؟ يبقى الفرق ما بين have وهاز وجت، طبعا have وهاز زي بعض، ممكن اقول مثلا she has عشان she بتاخد مفرد، she has the mechanic fix the car. حلو كده؟ طيب يبقى يا اما فاعل مفرد يا اما فاعل جمع. طب لو صرفت الازمنه شوف بقى على حسب الزمن اللي انت هتحطه فيها. قال لي طب بص يا عم انا عايز اقول انا خليت العربيه تتصلح، انا ماليش دعوه بالميكانيكي دلوقتي، انا خليت العربيه تتصلح. قال لي في الحاله دي يا عم كريم ريح دماغك بقى، انت اللي فرق ما بين هاف وما بين جيت ان هاف ما بتحطلهاش حاجه، بتحط لها مصدر، وجيت بتحط لها طول المصدر، ده في حاله ان انت حطيت وراهم الفاعل. طب لو انت حطيت وراهم المفعول اللي هو مثلا ايه، انا خليت العربيه تتصلح، قال لي جميل قوي وده اسهل بقى من الاولاني. قال لي بص يا عم كريم بقى من الاخر ريح دماغك، ساعتها لو انت هتقول هاف او هاز، وطبعا تصريفاتها ممكن تبقى في الماضي هاد، ماشي، او جيت زائد الشيء، حلو كده يا عم كركر، زائد تصريف ثالث. الثلاثه زي بعض او الاثنين زي بعض. انت فرق انك بعد ما بتحط هاف او جيت بتحط الفاعل، ولو حطيت جيت هتحط تو المصدر، ولو حطيت هاف وهذا هتحط مصدر بس، ده في حاله انك منشنت الفاعل. طب منشنت المفعول كلهم زي بعض، تصريف ثالث. فساعتها قلت مثلا امبارح خليت العربيه تتصلح، يبقى yesterday I got my car fixed، تصريف ثالث. شكرا. ده الكوزيتيف. طب هل لي تاني؟ ليه تاني بس مش مالكش دعوه دلوقتي. ثالث سنه وان شاء الله باذن الله تاخد التفاصيل، ده اللي عليك في اليونت ده، ماشي يا عم؟ يبقى ده الباسف اللي عايزك تمشي عليه. ممكن اقول بكره هخلي العربيه تتصلح، يبقى ممكن اقول I will get the car fixed، تصريف ثالث، او I will have the car fixed، تصريف ثالث. اذا كلمه get وهاف وهاز بيتصرفوا على حسب انت بتتكلم فين. ممكن اقول دلوقتي العربيه بتتصلح، يبقى دلوقتي ده حاجه بتحصل دلوقتي، مضارع مستمر، يبقى I am getting my car fixed، تصريف ثالث، وهكذا بقى. يبقى كلمه get وهاف العب بيهم على حسب ما انت هتتكلم في انهي زمن، وحط التكوين بتاعك زي ما هو. يا رب تكون الفكره وضحت والرؤيه يعني تمام كده. تعالى كده نشوف الاسئله. هو بادئ بري رايت، مش عارف ليه، يعني مش بادئ بتشوز. قال لك tourists can visit the city freely now، التورست ممكن يزوروا المدينه دلوقتي عادي. حط كلمه باي، طالما قلت باي يبقى بواسطه، يبقى الجمله هتقلب مجهول مفعول. طيب دور على المفعول. السياح ممكن يزوروا المدينه، يبقى المدينه ممكن تزار. طيب قال لي امسك كلمه كان، انا قلت كان وكود وماست كل ده بياخد بي وتصريف ثالث، يبقى ساعتها اقول ده سيتي المدينه كان بي فيزيتد، ممكن تزار. شكرا، خلاص كده. طب ما انا لازم احط باي عشان هو طالبها، باي بواسطه السياح. شكرا. اوعى تنسى، انا عارف ان هي مش مهم، يعني ممكن تقول انا مش هحطها بس هو طالبها، خلاص لازم احطها، ماشي. طيب they teach Spanish in many English schools، هم بيدرسوا اسباني في عده مدارس. ابدا بالاسباني، يبقى الاسباني يدرس. طيب اعرف انا هحط ايه دلوقتي؟ بص على الفعل تيتش ده مضارع بسيط لان مش محطوط له حاجه. المضارع البسيط بياخد ام ويز وار وتصريف ثالث، ده في حاله انك هتعمل جمله في المجهول. فساعتها اقول سبانيش، ماله بقى؟ سبانيش ده مفرد،
is وتصريف ثالث من الفعل taught. الاسباني بيدرس in many English schools. عايز تحط by them حط، مش عايز براحتك، كده مش طالبها. طيب they have built a new shopping center in town. هم بيبنوا او بنوا طبعا هو سنتر للتسوق في المدينه، حط بن. have وبي بي ده مضارع تام. لو انت تفتكر المبني للمجهول بتاعه في بن وبي بي، have been وبي بي او has been وبي بي عشان ده مضارع تام. طيب تعال شوف المفعول فين. they have built بنوا ايه؟ a new shopping center. يبقى هتبدا ب a new shopping center. a new shopping center ايه بقى؟ بس ده مفرد مش هياخد have، يبقى ساعتها تقول a new shopping center has been وتصريف ثالث من الفعل اللي هو built. شكرا خلاص. طيب the police is questioning am و is و are زائد ing، ده كده مضارع مستمر. يعني مضارع مستمر في المجهول بتاعه كان بياخد am و is و are و being وتصريف ثالث لو انت بقى مذاكر. يبقى ساعتها اقول ايه بقى؟ البوليس بيسال الحرامي، يبقى الحرامي بيتسال، يبقى the thief ماله؟ is being عشان ده مفرد والتصريف الثالث questions. حط نقطة. شكرا. طيب the police was questioning was were زائد ing، ده كده جملة ماضي مستمر. الماضي المستمر بياخد was were و being وتصريف ثالث، هو اخو المضارع المستمر بس بدل am was و are was were، يبقى ساعتها was were و being وتصريف ثالث. يبقى ساعتها اقول the thief ماله؟ was being questioned. شكرا. طيب they will open a new theater next week. هيفتحوا مسرح جديد الاسبوع الجاي. كلمة will بتاخد be في المجهول، يبقى ساعتها اقول ايه بقى؟ a new theater اللي هو مسرح جديد will be opened هيفتتح. شكرا. who take this picture؟ السؤال ده مهم. مين اللي خد الصورة دي؟ يبقى الصورة اتاخدت بواسطة مين؟ صح كده؟ طب took ده ماضي. طب انا عايز اعمل سؤال في الماضي، انا قلت was were وتصريف ثالث، يبقى ساعتها هقول ايه بقى؟ who was المفعول بقى this picture. الصورة دي اتاخدت بواسطة مين؟ who was this picture وتصريف ثالث taken by. شكرا. يا عم ماشي. جميل. السؤال 8 بيقول لي how do you make spaghetti؟ طب مستر انا ازاي بتعمل سباجيتي؟ حلو. قال لي هنا do does ده سؤال في المضارع البسيط، فانت كده لما تيجي تعمل مجهول لو انت مذاكر هتعملها بام ويز وار وهتمنشن المفعول، هتحط المفعول. ازاي بتعمل سباجيتي؟ يبقى ازاي السباجيتي بتتعمل؟ يبقى ساعتها تقول how is لو انت بقى مذاكر spaghetti اهي يا عم. how is spaghetti made تصريف ثالث من فعل make. شكرا خلاص. طب have they eaten all the food؟ هل هم كلوا كل الاكل؟ ده سؤال في المضارع التام، فالمضارع التام لما بتيجي نسال فيه بنحط بين وتصريف ثالث، يبقى ساعتها هل هم كلوا الاكل كله؟ يبقى هل الاكل اتاكل؟ يبقى ساعتها اقول have او عفوا بقى هنقول has عشان الفود ده بيبقى مفرد ماشي، الاكل لا يعد، يبقى has all the food been eaten عشان ده سؤال في المضارع التام بس. طيب is somebody following us؟ هل في حد بيراقبنا؟ am was و are و ing ده مضارع مستمر، فانا لما اجي اعمل سؤال هحط am was و are زائد being زائد تصريف ثالث صح كده؟ طيب is somebody following us؟ هل حد بيراقبنا؟ يبقى هل احنا بنتراقب؟ يبقى ساعتها هقول ايه بقى؟ هو عايز are، يبقى are we being followed؟ هل احنا بنتبع؟ اهو يا عم am was و are زائد المفعول زائد being زائد تصريف ثالث. طيب can we use computers in our classrooms these days؟ ممكن نستخدم الكمبيوترز في الفصل بتاعنا الايام دي؟ يبقى ممكن الكمبيوترز تستخدم، يبقى ساعتها اقول ايه بقى؟ can الكمبيوترز، ممكن الكمبيوترز طبعا انا بعمل بي وتصريف ثالث، كان وبي وبي والحاجات دي كلها، كان او will او اي حاجه زائد مفعول زائد بي وتصريف ثالث، يبقى can computers be used وتكمل السؤال عادي زي ما هو. Why did they build the new bridge؟ ليه هم بنوا كوبري جديد؟ ده في الماضي، فانا كده هعمل سؤال بواز وير ثم التصريف الثالث ولازم تحط المفعول في النص. طيب ليه بنوا كوبري جديد؟ استخدم كلمه built، يبقى ساعتها هحط المفعول يبقى why صح كده، والبريدج ده مفرد يبقى why was the new bridge built تصريف ثالث. ليه اتبنى؟ شكرا. Why did they establish these security fences؟ ليه هم عملوا الاسوار اللي بتاعت السكيورتي السور الحديد يعني، يبقى عايز why were، يبقى هنا why was were ده كده مفعول. ليه هم بنوا السكيورتي فences الاسوار الحديديه؟ يبقى ليه الاسوار الحديديه اتبنت؟ يبقى why were these security fences والتصريف الثالث من established ed. We haven't found the bag yet، احنا ما لقيناش الشنطه لحد دلوقتي، يبقى الشنطه ما اتلقتش، يبقى ساعتها اقول ايه بقى؟ هقول the bag الشنطه وتاخد سوري the bag والشنطه عشان مفرد hasn't been
وتصريف ثالث من found هو found yet. شكرا. طيب they don't sell ice cream in the new shopping mall. هم مش بيبيعوا ايس كريم في الشوبينج الجديد المول يعني. عايز sold. طيب don't ده المضارع بسيط، فالمضارع بسيط بحط am و is و are ثم التصريف الثالث. فساعتها اقول ايه بقى؟ بيقول لك يبقى هم مش بيبيعوا ايس كريم، يبقى الايس كريم مش بيتباع، يبقى ايس كريم ساعتها كده لا يباع. ايس كريم ماشي isn't وتصريف ثالث sold. شكرا. وتكمل الجمله. طيب تعال نحل على الكوزيتيف كده. بيقول لك your hair is too long. شعرك طويل. you need to خلي حد يقصه لك. ده الكوزيتيف بقى. طيب you need to يا اما اقول get الشيء وتصريف ثالث، يا اما have والشيء وتصريف ثالث، لان to بتاخد مصدر. طيب انت هنا to عايز مصدر، يبقى have هي اللي صح بس got ما تنفعش. انت عارف لو كانت get كانت تبقى صح، لان have او get الشيء اللي هو شعرك ثم تصريف ثالث، لكن got ده ماضي ما ينفعش to المصدر. طيب it's very expensive هي غاليه جدا to space your clothes dry cleaned in Britain. طبعا غالي جدا انك تودي يعني للمغسله ويتنشف والحاجات دي كلها. طيب برضو to المصدر يبقى ساعتها to have ما عنديش غيرها اصلا. I want انا مره يعني خليت الحلاق يحلق لي في روسيا اللي هي روسيا. طيب انا مره once دي مره ده في الماضي، فالماضي بقى ايه؟ ينفع هاز؟ اي اصلا ما بتاخدش هاز، بتاخد هاف، بس مش هينفع عشان ده بيقول لك في الماضي، فساعتها هاف هتتحول لهاد. خلي بالك ان هاف وهاز وجيت بيتحولوا على حسب انت بتتكلم فين، هي مش اسطمبه، ما تقوليش جيت هرميها في اي حته، انت بتتكلم فين. يبقى هاد ماي هير انا خليت شعري تصريف ثالث. طيب بيقول لي الحلوى. طب انت بالله عليك هي الحلوى تعمل ولا تعمل؟ تعمل. انا مش قلت لك ان الباسيف بيخلص او بينهي بتصريف ثالث، والتصريفات الثالثه اعداء الاي ان جي يعني اوت. حلو كده. طيب يبقى الحلويات تعمل، الحلويات ده جمع يبقى ار ميد اهو يا عم، تصنع مش اللي تصنع. طيب his car is broken down عربيته اتعطلت and he had to وخلى حد يعملها له. had to المصدر. طيب مستر انا عندي have وجيت، اقسم بالله الاثنين صح، يبقى he had to have it repaired صح او get it repaired الاثنين صح، لان القاعده عندي have او get زائد الشيء ثم التصريف الثالث، الاثنين صح في الامتحان، وطبعا هو هيشيل لك واحده منهم. ماشي. طيب the windows are filthy الشبابيك متسخه، انا لازم اخلي حد ينظفها صح كده. طب تعال نشوف هنعملها ازاي. فساعتها ممكن اقول I must انا لازم اخلي حد ينظفها، يبقى I must have انا لازم. بص بقى I must have اي حد شخص زائد مصدر، بس انا مش عندي التكوين ده، يبقى انا هخليهم يتنظفوا، يبقى must have ثم الشيء كده. انا هستبعد بقى التكوين ده خلاص. must have ثم الشيء، لان have او get او has هينطوا لك في اي حته، عشان دول تكوينات اللي اصلا الكوستيف بتتبني عليهم. طيب must have الشيء وتصريف ثالث اهي. بص كده must have الشيء them، لان them دي عايده على الشبابيك، انا هخليهم يتنظفوا، يبقى must have والشيء وتصريف ثالث اهي يا عم، يبقى الاجابه دي. طيب the car was making strange noises العربيه بتعمل اصوات غريبه. so yesterday امبارح انا خليت حد يصلحها. طيب انا خليت حد، طبعا have وهاز هتنط لك، بس ده امبارح يبقى had والشيء وتصريف ثالث، يبقى الاجابه دي. My eyes have got worse recently عينيا تعباني الايام دي، انا لازم يا اما حد يشيك عليهم يا اما يتم التشيك عليها، لان انا مش هشيك عليها بنفسي. طيب تعال نشوف ايه اللي موجود. اول اجابه هتلاقيها هي الاجابه must، انا لازم اخليهم must have، تخلي عينيك يتم التشيك عليها، يبقى must have والشيء اللي يعنيك ثم البيبي والتصريف الثالث. طيب must test them معناها انا اللي هعملهم وانت مش دكتور، يعني انا بقول لك I must test انا لازم انا اللي اعمل، انت هتخلي حد يعمل، ما هو الكوزيتيف اسمه اخلي حد يعمل حاجه، يبقى ساعتها ده. طيب must have tested لا، هي must have ثم الشيء او الشخص، ثم الايه التصريف الثالث. انت هنا حطيت التصريف الثالث قبل الشيء وده غلط، وهكذا. طيب I left my passport at the hotel انا نسيت left ده في الماضي، انا نسيت الباسبورت بتاعي في الفندق، فخليت حد يبعتهم، يبقى I had sent it انا اللي بعتهم، لا يبقى انا خليت حد يبعتهم او خليته يتبعت على حسب هو موجود. طيب قال لي هنا I have طبعا ما تنفعش لان الجمله في الماضي. I was sent انا اتبعت ازاي يا راجل. طيب I had بالظبط كده، انا خليت هو اللي هو الباسبورت، خليت الباسبورت يتبعت had والشيء وتصريف ثالث، يبقى هي دي الاجابه. طيب I space my car serviced once a year انا كل سنه العربيه بتشيك عليها، يبقى ده مضارع بسيط لان بيتكلم عن روتين.
طيب بس يا مستر انت من شويه قلت لي وانس دي كانت كلمه في الماضي، لا وانس بس لوحدها، لكن وانس اير، وانس مثلا اويك، مره في الاسبوع، يبقى ده روتين اللي هو مضارع بسيط. طيب المضارع البسيط طبعا ام هافينج ده مضارع مستمر، هاز هاد ده مضارع تام، ده ماضي بسيط، يبقى اي هاف ده مضارع بسيط، ده ماضي بسيط. يبقى اي هاف ماي كار، انا بخلي العربيه ايه يتشيك عليها، يبقى هاف والشيء وتصريف ثالث، يبقى هي دي الاجابه. food is not space in the library، الاكل مش مسموح له، مش هو اللي بيسمح، يبقى food is not allowed ليس مسموح بالاكل، يبقى food is not وتصريف ثالث allowed، لان الفول فول ايه يا عم الفود مفعول. The results are crazy، النتائج عبيطه، ايه ده يا عم. A mistake must space in the experiment، اكيد خد بالك هو عامل لك هنا كوكتيل، حبه كوزيتيف على باسيف. ميستيك اكيد الميستيك ده اتعمل. لو انا قلت must have made معناها ان الميستيك ده كان الشخص، فبقول لك ساعتها I must have made a mistake، اكيد عملت انا ميستيك انا. طب اكيد الميستيك اتعمل، يبقى mistake must have been done. هتقول لي هو ده كوزيتيف، لا مش كوزيتيف، مالكش علاقه بالكوزيتيف، ده هنا باسيف. بس في قاعده في الباسيف اسمها must have او should have او could have، طبعا ومي ومايت هاف. طيب دول في الجمله العاديه اسمها I must have done، اكيد انا عملت حاجه غلط او حاجه غلط اتعملت، يبقى must have been done، يبقى هي must have been done الايه الاجابه. طيب في 13 I have been انا اتوفر لي، يبقى have been لان ده تكوين المضارع التام بس يبقى have been وتصريف ثالث، يبقى I have been offered. شكرا. The accident space in the news last night ده ماضي، فانا هدور على الماضي. الاكسيدنت يعني هي اللي قررت، هي اللي اتقال التقرير بتاعها، لا تم تقريرها، يعني اتقال عليها، لان الاكسيدنت مش فاعل يبقى مفعول، يبقى انا كده هدور على التكوينات المفعول. از ريبورتد صح، بس الجمله ده مضارع بسيط، الجمله مش مضارع ده ماضي. was reported was were وتصريف ثالث هي الصح. her latest book اخر كتابها at the moment دلوقتي، كتابها بيتنشر دلوقتي حالا، يبقى كتابها ده طبعا مفعول بس مضارع مستمر، يبقى am was are being وتصريف ثالث، هو ده الاجابه. Some films shouldn't space، في افلام ما ينفعش يتم الفرجه عليها بواسطه الاطفال، يبقى shouldn't watch. ازاي؟ هل الافلام دي الفعل ده مفعول، يبقى shouldn't be watched، يبقى الاجابه اخر واحده. طيب too much money، much money in most countries nowadays، حلوه قوي nowadays، انا خدتها في الكلمات الداله بتاعت المضارع المستمر. ما طبعا فلوس كتير طبعا بتتصرف، مش هي اللي بتصرف، ونواديز ده مضارع مستمر، يبقى ام ويز وار وبينج وتصريف ثالث. فين بقى ده؟ الاجابه الاولانيه. طيب what do you think، انت شايف ايه؟ such a photo، صوره زي دي ما كانش المفروض تتنشر، يبقى المفروض اقول shouldn't be published، ما كانش المفروض تتنشر او ما تتنشرش في الاخبار. طيب قال لي why haven't I، ليه انا، بص بقى haven't I وتصريف ثالث يبقى انت الفاعل. haven't I لو انت تفتكر بقى، لو تركز شويه، انا قلت لك ساعه السؤال بتاع المضارع التام المبني للمجهول كنت بتحط have was ثم المفعول ثم بين وتصريف ثالث. طيب why haven't I space، انا ليه ما تقليش اخبار، ماشي، فانت هنا مش فاعل انت مفعول، فساعتها تقول why haven't I been told، ليه ما تقليش. انت عارف لو قلت why haven't I told معناها ليه انا ما قلتش، طب ما قلتش لمين، ما فيش حد هنا، يبقى انت مش فاعل. انت لازم تقول why haven't I told كريم، ليه ما قلتش لكريم، طب ما فيش حد، يبقى انت هنا ليه ما تقليش، انا مفعول يبقى بينه وتصريف ثالث. باي 2050 بحلول 2050 انا ممكن احط هنا will have وتصريف ثالث، او اللي هي will have been، يا اما احط will be وتصريف ثالث. نيوز بيبرز طبعا هنا بعض من الجرايد، ساعتها ده مستقبل، هحط مستقبل تاني مستقبل بسيط، طبعا نيوز بيبرز won't be printed مش هتطبع. طيب endangered animals بعض من الحيوانات space before they are made extinct، بعض من الحيوانات كانوا بيحموا، يعني بيحمى، مش هم اللي بيحموا بعض، قبل ما ينقرضوا. طيب ده ماضي، او before they are يعني before they are made، انا اسف. am was were ده مضارع بسيط، لان am was were تصريف ثالث، حلو كده، ده تكوين المجهول في المضارع البسيط، تمام. طيب المضارع البسيط بيغنينا عن اي حاجه في الماضي، لان المضارع والماضي ما يحبوش بعض، فكده was were ده out. are protected endangered animals are protected، بعض من الحيوانات اللي هي معرضه للخطر بتحمى بشكل طبيعي قبل ما يتعرضوا للانقراض، لا لازم يتم حمايتهم قبل ما يتعرضوا للانقراض، فدي كده must be، يبقى must be protected. طيب بيقول لك the thief الحرامي نقط before he could get away، قبل ما يهرب، الحرامي اتقبض عليه قبل ما يهرب. طيب could دي الماضي من كان، فكده الجمله ماضي، اي حاجه بمضارع او مستقبل استبعدها، ادي مستقبل بلح. have was وتصريف ثالث، او have was وبين وتصريف ثالث ده مضارع تام بلح. طيب
was being arrested معناها كان بيتم القبض عليه دلوقتي قبل ما يهرب، لا اتقبض عليه قبل ما يهرب، فاتقبض عليه ده في الماضي صح كده قبل ما يهرب، فهو اتقبض عليه الاول وهو كان بيحاول يهرب الثاني. الحدث الاول في الماضي ياخد ماضي تام، ركز معايا، يبقى هو اتقبض عليه الاول. طب هل هنا هو قبض ولا اتقبض عليه؟ يبقى ماضي تام في المجهول، يبقى had been arrested، لان الماضي التام بيستخدم للحدث الاول في حاجه حصلت، هو اتقبض عليه قبل ما يهرب، يبقى هو كان بيحاول وهكذا، يبقى ساعتها the thief had been arrested، هو اتقبض عليه قبل ما يهرب. طيب the streets space cleaned when I came ده ماضي، يعني اي حاجه مضارع او مستقبل هشيلها. am with وار بلح، have وهاز ده مضارع تام بلح. were بس were being، حلو قوي. الستريتس كانت بتتنظف لما انا جيت. كلمه وين لما بتيجي في النص بيجي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط، ماشي يا عم؟ طيب الماضي المستمر فين؟ اهو were being وتصريف ثالث، يبقى بعض من الشوارع كانت بتتنظف لما انا جيت، يبقى was او were زائد being زائد تصريف ثالث. عندي expression اسمه over the last او in the last، حلو كده يا عم، او in the past وتحط معاهم مده، يعني مثلا بقول ايه in the last few years او in the past few years، ده مضارع تام صرف. فين المضارع التام؟ مفيش غيره have been cut. طيب a big party is space for the end of term، بيقول لك في حفله هتتعمل لنهايه الترم. will you join هتشارك، اذا ده بيتكلم على حاجه لسه هتحصل، فاي حاجه في الماضي مش هتيجي. was were ده ماضي، had ده ماضي تام، was هنا اهو was organized طبعا ده ماضي بسيط، ده ماضي بسيط، وده ماضي بسيط، وده ماضي تام. بيقول لك ان شاء الله هتتعمل يبقى am with were زائد being، عشان ده بيتكلم على خطه، يبقى ساعتها هي دي ايه الاجابه. بيقول لك اخويا نقط to hospital when he broke his arm، لما دراعه اتكسر. broke ده ماضي. طيب have was غلط عشان ده مضارع تام. am with وار وتصريف ثالث ده مضارع بسيط. will be ده مستقبل يا عم، بيقول لك خدوه يبقى was taken، يبقى اتاخد للمستشفى لما دراعه اتكسر. طيب do you know why you space chosen for the job؟ طيب خلي بالك بقى معايا، الحاجه الوحيده اللي انت هتستبعدها في السؤال ده هي كلمه as، لان يو ما بتجيش مع as، بتيجي مع ار. انت عارف ليه اختاروك للوظيفه؟ طيب من ضمن استخدامات المضارع التام، وده ليك انت، ان بيحط لك جمله ملهاش وقت. انت هنا بيقول لك انت عارف ليه اختاروك للوظيفه؟ انت ما تعرفش الجمله في الماضي ولا دلوقتي ولا بكره ولا لان ما فيش اي كيورد كلمه داله تدل على انا فين، انا ما اعرفش انا فين دلوقتي، انا بتكلم امبارح ولا النهارده ولا بكره. لما يسيبها لك عايمه من غير اي كلمه داله، الديفولت بتاعك مضارع تام. شكرا. فساعتها اقول do you know why you have been chosen، انت تعرف ليه تم اختيارك؟ يبقى خلي بالك ليه بقى مفيش اي حاجه موجوده، مفيش اي كلمه داله، يبقى ساعتها الاجابه ايه؟ have been. customers space to refrain from smoking inside the store. طيب بيقول لك الكاستمرز ما بيطلب منهم ان هم ما يدخنوش جوه الستور. طيب customers requested هم اللي طلبوا، ما ينفعش، يبقى الكاستمرز اللي هم الزباين are requested بيتم الطلب منهم am with were زائد تصريف ثالث. طب هتقول لي يا مستر طب ما هو ما حددليش زمن اهو فانا احط هاف ريكويستد. لا حبيب قلبي، الكاستمرز هنا يعني بيطلب منهم، فهم مش فاعل هم مفعول، فالمفروض كنت تحط كلمه بن زي ما اخترت فوق، انت مش حاططها، يبقى ده كده دول لو انت عملت هاف وتصريف ثالث يبقى دول فاعل وهم مش فاعل، ده هم بيطلب منهم، هم مفعول وهكذا. طيب قال لي هنا the parcel الصندوق هيتوصل بكره، خلاص شكرا، يبقى will be delivered. The police space demand for burglary. بيقول لك البوليس طبعا هو خد بالك بقى هنا عشان لخبطك، هنا مش مجهول، ده هنا فاعل. البوليس قبض على الحرامي للسرقه، البوليس هو الفاعل، يبقى جمله عاديه ما فيهاش اي تكوين للمجهول، يبقى ساعتها هتشيل هاف بين وبي بي لان ده مجهول، was were وتصريف ثالث ده مجهول، am with وار وتصريف ثالث ده مجهول. arrested هي الصح لان البوليس هو الفاعل مش المفعول، يبقى البوليس قبض عليه، يبقى البوليس فاعل arrested. اللي بعده نفس الكلام، he space a letter to Anna at the moment، هو بيكتب خطاب لأنا دلوقتي، هو ده الفاعل، يبقى أنا هعملها مفعول ليه؟ يبقى am with were وing عادي جدا، يبقى he is writing عشان ده فاعل. طيب قال لي هنا yesterday she took the bus to work، بامبارح كانت خدت يعني ركبت الأتوبيس للشغل لأن عربيتها كانت بتتصلح، ففي نفس الوقت كانت في حدث مستمر بس عربيتها ده مفعول، فالعربية was أو were زائد being زائد تصريف ثالث. هتقول لي يا مستر طب ما was repaired، لا هي اتصلحت ازاي؟ ما كانتش خدت الاتوبيس، كانت بتتصلح في الوقت اللي خدت فيه الاتوبيس، ماضي مستمر في المبني المجهول، يبقى was being تصريف ثالث. طيب the first modern Olympic Games، الالعاب الاولمبياد اول مره اتعملت في 1896 فاتعملت في الماضي، يبقى ساعتها are held مضارع بسيط ازاي؟ هتتعمل في الماضي ازاي؟ has been held مضارع تام، لا كل ده ماضي، يبقى were held.
I heard the new cinema complex space. انا سامع ان في سينما هتفتح next week الاسبوع الجاي، يبقى will be opened. محمد صلاح باي ماني، باي معناها بواسطه، وطالما لقيت في الجمله عندك بواسطه اعرف ان الجمله مجهول. طيب محمد صلاح طبعا طالما مجهول ing out. have thought، اول حاجه محمد صلاح ما ياخدش اصلا have لان محمد صلاح مفرد out. ار ازاي يا راجل ده خلاص هي بينت لك نفسها is thought بيتقال عنه. ماشي. طيب هو space to be in the United States، هو بيقال عنه ان هو في امريكا. طيب هو بيقال، لو انا قلت he believes على فكره ممكن اقول جمله عاديه he believes هو بيؤمن. طب بيؤمن بايه؟ بيؤمن يتقال عنه في امريكا؟ لا ده يقال ان بيتقال عنه في امريكا، هو مش فعل هو مفعول، يبقى كده بس يبقى ing في البلح. he believed هو اعتقد في الماضي، هو اصلا مفعول. he believes بيعتقد النهارده. كل دول جمل اصلا مبني للمعلوم مش المجهول، الوحيد اللي مبني للمجهول هي am was were زي التصريف ثالث. طيب بص السؤال ده بيقول لك can we find life on other planets، ممكن نلاقي حياه في الكواكب الاخرى. عايز كلمه found، يبقى هنا found ده تصريف ثالث، فهو كده عايز يقلبها بس، فهيدور على المفعول يحط. هل احنا هنلاقي حياه في الكواكب الاخرى؟ يبقى هل هيوجد حياه في الكواكب الاخرى؟ يبقى ساعتها اقول ايه can life be found، هل الحياة تتلاقى on other planets وتحط الحاجة. they teach Spanish تقريبا خلاص دي اتعملت. they have built a new shopping center قلناه تقريبا كلها متكررة والله مفيش حاجة جديدة يعني. a journalist asked the prime minister، يعني اللي هو سأله زي رئيس الوزراء a lot of questions، أسئلة كتير. asked ده في الماضي. طيب قال لك was asked was were وتصريف ثالث، يبقى أنا هندب المفعول معايا كده، أنا لازم أجيب المفعول. هم سالوا رئيس الوزراء، يبقى رئيس الوزراء اتسال، يبقى the prime minister ماله بقى was asked تم اسئلته a lot of question. nobody has told me what to do، محدش قال لي اعمل ايه، يبقى عايز يبدا بقى يبقى انا ما تقليش اعمل ايه، يبقى nobody has told have وhas وتصريف ثالث، فساعتها بقى انا هقلبها مضارع تام بس مبني للمجهول لان انا هنا مفعول، يبقى ساعتها اقول لك ايه I. طب nobody ما حدش قال لي يبقى انا ما تقليش، هقول ساعتها I have been told، لا I haven't been told ما تقليش، يبقى ساعتها اقول ايه I haven't been told لم يتم اخباري. ماشي. قال لي call the police someone has stolen my watch، كلم البوليس حد سرق ايه الواتش بتاعتي ساعتي، يبقى my watch has been stolen تصريف ثالث. the driver will take you to the hotel sir، الدرايفر هيوديك الايه الفندق يا سيدي. taken يبقى انا هياخدوني للهوتيل لان انا مفعول، يبقى ساعتها اقول I will be taken وتكمل الجمله. طيب nobody has told رامي about the change of plan، محدش قال لرامي على تغيير الخطه، يبقى رامي نفس الكلام. طيب have وhas وtold، يبقى رامي ما تقلوش hasn't been told ما تقلوش. طيب I think people will use flying cars، انا حاسس ان الناس هتستخدم عربيات بتطير في 2060، يبقى ساعتها اقول هنا بقى بيقول لك انا حاسس ان الناس هتستخدم عربيات بتطير، يبقى عربيات بتطير هتستخدم، يبقى flying cars will be used. هنا they have cancelled the concert because the singer is ill، هم كنسلوا الحفلة عشان المغني تعبان، يبقى they have يبقى الحفلة اتكنسلت صح كده، يبقى the concert وتاخد has been وتصريف ثالث. هتقول لها مستر طب انت بتجيب هاف وتشتقهم منين؟ بشتقهم من الجمله الاساسيه، ما الجمله الاساسيه بيقول لك هاف وتصريف ثالث، فكده هو مضارع تام، فخلاص انت بقى تقلبها مضارع تام باسف، وعشان طبعا الكونسرت ده اصلا مفرد فهاز بين وتصريف ثالث، فانا ما بحطش من دماغي، انا بحط بناء على الجمله الاساسيه موجود فيها ايه اصلا. فهمت حاجه؟ طيب the car was being fixed، حلو قوي ده السؤال ده، بيقول لك العربيه كانت بتتصلح. was being وتصريف ثالث ده كده تكوين الماضي المستمر من المجهول لان العربيه كانت بتتصلح، يبقى الميكانيكي كان بيصلحها يبقى هو الفاعل، يبقى ذا ميكانيك ايه اللي يبقى هو هنا حاطط لك الجمله مجهول وهو بيقول لك حطها معلوم، يبقى ذا ميكانيك was سوري وing was fixing لان ده تكوين الماضي المستمر في حاله وجود الفاعل، يبقى ذا ميكانيك was fixing my car وتكمل الجمله. طيب they have built 2 hotels here in the last 5 years، هم بنوا هنا فندقين، يبقى 2 hotels have عشان ده جمع been built. شكرا. soldiers الجنود used radios to communicate in the First World War، بيقول لك الجنود استخدموا الراديو عشان يتواصلوا مع بعض في الحرب العالميه الاولى، يبقى الراديوز تم استخدامها. طيب used ده ماضي، يبقى ساعتها اقول radios الماضي بياخد was were وتصريف ثالث، radios were used الراديوز كانوا بيستخدموا
by soldiers بواسطة الجنود. طب مش عايز احطها خلاص. The radios were used to communicate وتكمل عادي كده. لك burglars الحرامية broke into the house اقتحموا البيت when we were on holiday لما كنا في الايه في الاجازة. يبقى هنا broken يبقى الحرامية اقتحموا البيت يبقى البيت تم اقتحامه بس ده ماضي فانا هحط تكوين الماضي يبقى the house was broken. شكرا خلاص خلصت. طيب my car is being repaired at the moment بيقول لك انا عربيتي حلو ده سؤال كوزيتيف بقى. انا عربيتي بتتصلح دلوقتي فبيقول لك عايز I am فانا كده بخلي العربيه تتصلح. طيب انا ممكن احط have او get اللي انا عايزه. طيب بس هنا my car is being repaired ده مضارع مستمر مجهول فهو بيقول لك قول بقى ان انت عربيتك انا بخلي العربيه تتصلح دلوقتي يبقى ساعتها اقول I am was war زائد ing عشان هي الجمله اصلا الاصل بتاعها مضارع مستمر بس مجهول فانت هتخليها مضارع مستمر معلوم اللي هي was war وing يبقى ساعتها اقول I'm having او I'm getting الاثنين صح. I'm having انت دلوقتي اللي بيحصل لها او ايه اللي انت بتخلي ايه دلوقتي تعمل I'm having ايه بقى my car وتصريف ثالث repaired بتتصلح at the moment. شكرا. They will replace the broken window tomorrow هم ده بس بقى هم هيبدلوا الشباك المكسور بكره يبقى الشباك المكسور هيستبدل يبقى the broken window ماله بقى will be وتصريف ثالث replaced. طيب قال لي his car is serviced twice a year هو عربيته بيتشيك عليها كل سنتين. عايز كلمه have طالما لقيت has او get اعرف ان ده عايز كوزيتيف هو هو او عربيته بيتشيك عليها كل يعني مرتين في السنه يبقى ساعتها اقول ايه بقى هعملها كوزيتيف يبقى ساعتها اقول ايه بقى he has his car بيخلي عربيته ماشي serviced has الشيء تصريف ثالث او get الشيء وتصريف ثالث. طب ليه يا مستر حطيت has هو طالب has والشيء وتصريف ثالث طبعا جيت مش هحطها لان جيت هو مش طالبها لا ما هو ده. طيب their new gas system was installed last month بيقول لك هنا اللي هو السيستم بتاع الغاز اللي زي زي البتاع اللي بتتعمل كده بتاعت الغاز اللي هو زي السيستم ده اتعمل لهم الشهر اللي فات يبقى هم خلوا الغاز يتعمل يبقى ده كوزيتيف. طيب ساعتها اقول يا جيت يا هاف اللي انت عايزه بس احطها في الماضي ليه بقى لان الجمله هنا فيها ماضي فساعتها اقول ايه they got او had اللي انت عايزه they got ايه بقى خلوا الحاجه تتسطب او تتعمل they got the new gas system هتحطها هنا وتصريف ثالث installed. شكرا خلاص. طيب تعال نشوف اللي بعدها. قال لي هنا the doctor checked his blood pressure الدكتور شاف البلاد بريشر يبقى هو خلى الدكتور يشوف البلاد بريشر بتاعه يبقى ساعتها اقول بقى he had خلى الدكتور he had the doctor وطالما قلت had والشخص يبقى كده نجم هتحط مصدر يبقى he had the doctor check اوعى تقول تشيكد عارف ليه؟ لان انت حطيت هاد والشخص ومصدر وممكن تشيل دي على فكره وتحط مكانها جوت والشخص بس تو المصدر يبقى هاد او يبقى هاف وجيت والشيء وتصريف ثالث او هاف وجيت والشخص بس هتختلف بقى في المصدر هاف تاخد مصدر جيت تاخد تو المصدر مع الشخص خلاص كده. طيب did a professional هل حد محترف decorate their house for them هل واحد محترف عمل لهم يعني بايض لهم او زين لهم البيت يبقى هل هم خلوا حد يعمل حاجه يبقى ساعتها اقول did they واحط بقى فعل يا جيت يا have did they هل هم خلوا have a professional محترف decorate the house هل خلوا محترف يعمل البيت. شكرا بس كده خلاص. she goes to the dentist to check her teeth every month هي بتروح لعيادة الأسنان عشان تشيك على أسنانها يبقى هي بتخلي أسنانها يتشيك عليها يبقى she has her teeth أسنانها وتصريف ثالث بقى checked أو ممكن تقول she has the dentist هي بتخلي دكتور الأسنان تشيك على طول ماشي. someone is going to paint our house tomorrow حد is going to حد هيبيض لنا الشقه بكره يبقى we هتشتق منها من الزمن بتاعها. طيب someone ده عشان مفرد فقال is going to طب into we هتاخد يبقى we are going to احنا هنخلي حد we are going to وتحط بقى الفعل يا have يا get we are going to have someone ده شخص يبقى مصدر يبقى we are going to have someone paint أو to paint الاثنين صح. They will deliver our furniture on Friday هم هيوصلوا الأساس بتاعنا أو العفش بتاعنا في الفرايداي يبقى ساعتها أقول لك we will
get أو have. we will get our furniture. احنا هنخلي الأساس بتاعنا تصريف ثالث عشان ده الشيء. delivered تصريف ثالث. طيب the plumber معناه السباك is fixing the sink in the kitchen. فبقول لك هنا ده بقى باسف. البلمبر دلوقتي بيصلح الايه الحوض. يبقى ساعتها اقول ده مضارع مستمر. يبقى ساعتها اقول the sink الحوض بيتصلح دلوقتي. the sink is being fixed. طيب the plumber is fixing the sink in the kitchen. نفس الجمله بس دي كاستيف. بص ليه بقى؟ لان قال لك we احنا. السباك بيصلح الحوض دلوقتي، يبقى احنا بنخلي حد يعمل حاجه. يبقى ساعتها ده ام ويز وار ان جي فهتشتق منها. يبقى ساعتها اقول لك ايه؟ we are having او getting اللي انت عايزه. we are getting تعال بقى نعملها بgetting. we are getting مين بقى؟ احنا بنخلي مين؟ السباك. we are getting the plumber. بس انت بتحط get والشخص تو المصدر to fix وتكمل. مستر طب انا عايز اقول احنا بنخلي الحوض يتعمل دلوقتي عادي. يبقى ساعتها اقول we are getting the sink fixed تصريف ثالث. طيب at the moment their kitchen is being painted. هم دلوقتي الكيتشن بتاعهم بيتبيض. يبقى هم دلوقتي بيخلوا الكيتشن يتبيض. يبقى ساعتها اقول at the moment they are having their kitchen painted تصريف ثالث. تمام. 35 و36 زي بعض بالظبط. هو غير بس في الكيتشن والسوفا الكنبه. يبقى we are having our sofa delivered بس كده. his car is being fixed at the garage today. عربيته بتتصلح النهارده في الجراج او في الورشه. جراج دي برضو بتيجي معنى ورشه. يبقى ساعتها he is having او getting اللي انت عايزه. he is having his car تصريف ثالث fixed. شكرا. Andy's suit was dirty so he took it to the cleaners. البدله بتاعت الواد اندي وسخه فوداها للكلينرز اللي هو اللي بينظف. فساعتها اقول Andy had his suit ممكن اقول مثلا cleaned اتنضفت. يبقى اندي خلى البدله بتاعته تتنضف لان هو مش هو اللي هينضفها. يبقى ده الكونستيف. ده الكونستيف وده الباسف. انت على حسب انت عايز ايه بالظبط. ان شاء الله باذن الله تكون ظبطت معاك. ولو في حاجه ابعت لي على طول حبايبي.